طيب يا حبيب قلبي، زي ما انت شايف كده معايا يا برو في الصوره مصغره عنوان الفيديو، جايب لك النهارده يا برو افجر تطبيق اوامر تريمكس في المجال 2025. التطبيق ده جامد جدا حرفيا يا برو، هيفيدك خصوصا لو انت من الناس اللي بتشتغل على التريمكس وبتحتاج الاوامر ديت. فكل عليك انت تتابع الفيديو من البدايه للنهايه، لان التطبيق دوت مختلف عن اي تطبيق تاني يا برو. تمام. بس قبل ما نبدا في شرح النهارده يا برو، عاوزك تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش طبعا انك تعمل لايك وكومنت على كل فيديو انت بتشوفه وبتستفاد منه. تمام. قبل ما نبدا كده يا برو، التطبيق دوت انا هسيبه لك في قناه التليجرام، ولينك قناه التليجرام هتلاقيها في الوصف او في روابط القناه. وطبعا التطبيق دوت بباسورد، هقول له الباسورد ده بصوتي في الفيديو. تمام تمام. هنبدا نخش على التطبيق ده، هيخش على التطبيق كده يا برو. تمام. هيفتح معانا بالواجهه ديت زي ما انت شايف، حاجه يعني اخر جمدان. طبعا هنا هتحط الباسورد يا برو اللي هقوله لك في اخر الفيديو. تمام. بس قبل ما نخش على الباسورد، عندك هنا قناه التليجرام. تمام. تشترك فيها لو انت مش مشترك، لان قناه التليجرام ديت اللي بينزل عليها البرامج كلها يا برو. اي حاجه انا بشرح عنها بتنزل في قناه التليجرام، مش بعمل لك اختصار روابط ولا كل الكلام دوت. تمام. وهنا عندك طبعا رقم الواتساب، طبعا لو انت عايز تسال على اي حاجه تخص التطبيق دوت او اي حاجه عموما. تمام. وعندك هنا قناه اليوتيوب تشترك فيها لو انت مش مشترك، وعندك هنا حسابي الانستجرام. تمام. هقفل بقى الفيديو لحد ما احط الباسورد وارجع لك. وزي ما انت شايف كده يا حبيب قلبي، البرنامج فتح معانا حاجه يعني دمار. عندك هنا اكتر من 30 امر يا برو، كلهم مختلفين وكلهم حاجات جامده وهتعجبك. تمام. عندك هنا اول حاجه يا برو اللي كل الناس بتدور عليها، واللي بنسبه 90% من الناس اللي بتتفرج على الفيديو محتاجه الحاجه ديت او محتاجه الامر دوت، اللي هو ايه؟ اللي هو تثبيت جميع الاوامر التريمكس بتاعك، خصوصا الناس المبتدئه ولسه داخله على التريمكس. اول حاجه يا برو انت لازم تعملها تثبت جميع الاوامر، لانك لما ثبتش الاوامر كل اللي انت بتعمله دوت يعتبر كده ايه؟ تجريب، وكل اي حاجه في اي حاجه. تمام. فانت لازم تعمل اول حاجه في التريمكس تثبت جميع الاوامر. والناس بتدور على الامر دوت ومش لاقياه، مش لاقيه الامر اللي هو بيلخص لك جميع الاوامر الترمكس في رساله. بص هتخش هنا كده هتتك عليه، يقول لك تم النسخ، تخش على الترمكس تقوم حاطه وتسيبه يحمل مع نفسه، يقعد معاه ساعه ساعتين. تمام. ولازم طبعا تكون مشغل النت. تمام تمام. عندك هنا بقى جميع الاوامر يا برو. مثلا لو دخلنا على اي امر عشوائي، دخلنا مثلا على سحب ارقام الواتساب تخمين. تمام. عندك هنا ايه؟ بيقول لك هنا ايه؟ كل امر لوحده عشان ما تتعبش. يعني ايه؟ يعني انا سايب لك النهارده يا برو الاوامر. طبعا الاوامر كلها ليها امر، يعني مثلا الاداه ديت عليها مثلا ايه؟ قول 5 اوامر. تمام. انا بص حاطط لك الامر الاول، الامر الثاني، الامر الثالث، الامر الرابع، الامر الخامس، لحد ما تخلص عدد الاوامر يا برو حسب الاداه بتاعتها. يعني ايه؟ في ناس طبعا الناس اللي بتعمل لك البرامج الترمكس بتحط لك الاداه او الاوامر في رساله، وانت بقى تقصها مع نفسك وتاخدها كوبي براحتك. لكن لا، بص هعمل لك هنا الامر الاول تاخده كده نسخ، تخش على الترمكس. تمام. تطلع من الترمكس تخش على الامر الثاني، وهكذا لحد ما تخلص ايه؟ عدد الاوامر يا برو. تمام. يعني انا تعبت عشان خاطر التطبيق دوت، تعبت فيه جامد جدا عشان خاطر انت ما تتعبش. انا تعبت عشان خاطر انت ما تتعبش، فانت قدرني يا برو طبعا بالاشتراك بتاعك واللايك بتاعك. تمام تمام. طبعا كل الكلام ده في كل ايه؟ في كل اداه. مثلا دخلنا هنا عندك برضو، بص زي ما انت شايف، تاخد الامر الاول بعد كده الامر التاني بالترتيب كده، فاهم؟ تمام. وفي مثلا ايه؟ ارسال رسائل مزعجه اس ام اس. تمام. نفس الحوار. تمام. وفي هنا ملحوظه بيقول لك هيطلب منك الكود اللي هسيبه لك تحت، تحطه وتحط مكان الاكسات رقم الضحيه. يعني ايه؟ بص هنا الامر الاول، الامر التاني، الامر التالت، الامر الرابع، بعد كده يطلب منك الكود. تمام. الكود اهو، الكود اهو. في الكود دوت هيبقى فيه اكسات. تمام. هتشيل الاكسات ديت طبعا وتحط مكان ايه؟ رقم الضحيه اللي انت عايز تبعت له ايه؟ رسائل مزعجه. تمام يا اخواتي. تمام. مش عايز اطول عليك اكتر من كده يا برو، انت بقى تبدا تشوف كل الاوامر ديت. تمام. قلت لك التطبيق دوت انا هسيبه لك في قناه التليجرام، وباسورد التطبيق هتلاقيه في قناه التليجرام. يعني وانت بتنزل التطبيق هتلاقي الباسورد تحت التطبيق على طول. تمام يا اخواتي. تمام. طبعا متنساش انك تعمل لايك على الفيديو دوت يا برو. اشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد يا اخواتي. كان معكم فرعون الجزاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.